في حياه علي اسماعيل لقيت في معلومه الحقيقه انا وقفت عندها. غالبا ده رقم قياسي في حياه عبد الحليم حافظ. مفيش حد لحن لعبد الحليم حافظ هذا العدد من الالحان في سنه واحده. سنه 54 علي اسماعيل كان هو وعبد الحليم يعني كانوا طلبه، كانوا زمايل في المعهد وبداوا سوا في الاذاعه. عبد الحليم في الاول كان قبل الشهره ما كانش حد يعرفه غير علي اسماعيل وكامل الطويل، هم المجموعه اصحابه يعني. علي اسماعيل سنه 54 لحن لعبد الحليم حافظ 11 لحن. 11 لحن ده رقم كلهم تسمع اللحن وطني. في اغاني وطنيه وفي وعاطفيه مش وطنيه خالص يعني التوزيع مع اللحن. انا بتكلم ان ده رقم في حياه عبد الحليم، مفيش ملحن في تاريخ عبد الحليم في سنه واحده لحن له 11 لحن، وللاسف كلها اغاني مش مشهوره اللي هي موجوده في الاذاعه. فعشان كده الحاجات دي محتاجه اعاده اكتشاف. يعني شجون مثلا كنا بنتكلم ان علي اسماعيل لحن اغنيه الزفاف بتاعت بنت السادات نهى. فين الاغنيه دي؟ الحقيقه دي في علي اسماعيل الحقيقه عنده اثار. يعني كل اللي احنا بنتكلم فيه ده، كل الالحان العظيمه دي، كل ده ما زال في حاجات كتير مختفيه، حاجات مفقوده. فاحنا قدام الحقيقه بحر اسمه علي.